مشروع النهر الصناعي تحت الأرض في السعودية هو واحد من أكبر وأعظم المشاريع المائية في العالم. يمتد هذا المشروع الضخم عبر آلاف الكيلومترات من الأراضي الصحراوية ليجلب المياه العذبة من البحر الأحمر والخليج العربي إلى داخل المملكة. هذا المشروع يهدف إلى مواجهة تحديات ندرة المياه في واحدة من أكثر المناطق جفافًا في العالم. فكيف تم بناء هذا المشروع العملاق؟ وهل سيكون قادرا على تلبية احتياجات المملكة المتزايدة من المياه في المستقبل؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ ادعمني بلايك واشترك في القناة لأن هذا يدعمني كثيرا. المملكة العربية السعودية معروفة بإطلاق مشاريع عملاقة في مختلف المجالات، بعضها ناجح وعملي أكثر من غيره. ومن بين هذه المشاريع هناك ناطحات سحاب شاهقة ومدينة ضخمة بحجم دولة صغيرة تضم خططا لتنفيذ العديد من الابتكارات المذهلة. لكن في الوقت نفسه تواجه المملكة تحديا كبيرا يتمثل في أزمة نقص المياه، فمصادر مياه الشرب أخذت في التناقص بسرعة، مما يشكل تهديدا للسكان والزراعة والصناعة. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تحتوي على أي أنهار طبيعية، إلا أنها قامت بإنشاء نهرا تحت الأرض وتمكنت من بناء 522 سدا بحلول عام 2021. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تحتاج المملكة إلى هذا العدد الكبير من السدود؟ في العادة يتم بناء السدود لحجز المياه من الأنهار الطبيعية، مما يتيح تخزينها لتلبية احتياجات السكان والزراعة والصناعة. ومع ذلك في السعودية لا توجد أنهار بل أودية، وهي مناطق منخفضة جافة تشبه الصحراء المحيطة بها، وتصبح مملوءة بالمياه فقط عندما يهطل المطر. إذا نظرنا إلى خريطة هطول الأمطار في المملكة قد نجد أن كمية الأمطار القليلة لا تكفي لمواجهة أزمة المياه، ومع ذلك في بعض الأحيان يهطل المطر بخسارة لدرجة أنه يمكن أن يوفر مياه تكفي لاحتياجات مدن بأكملها. عندما تهطل الأمطار في السعودية تمتلئ الأودية بالمياه التي تتدفق بسرعة، لكنها سرعان ما تختفي بسبب عدم وجود أماكن مناسبة لتجميعها، إضافة إلى معدلات التبخر العالية في المناخ الصحراوي. لذلك أنشأت المملكة شبكة واسعة من السدود للتحكم في تدفق المياه الموسمية، وبلغت السعة التخزينية الإجمالية لهذه السدود نحو 607 مليارات جالون. على سبيل المثال في منطقة مكة وحدها يوجد 60 سدا بسعة تخزينية تصل إلى 232 مليار جالون. من بين هذه السدود يبرز سد وادي حالي الذي رغم أنه لا يحجز نهرا بالمعنى التقليدي، إلا أن السعوديين يفخرون ببنائه. يبلغ ارتفاعه تقريبا 95 مترا وطوله حوالي 384 مترا، ويحتوي على خزان يستوعب نحو 66 مليار جالون من المياه، مما يجعله ثاني أكبر سد في المملكة. أما في منطقة عسير فقد تم بناء 118 سدا بسعة تخزينية تصل إلى 137 مليار جالون، وتساهم هذه السدود في توفير حوالي 422 مليار جالون من مياه الشرب سنوياً. لكن هذه السدود ليست المصدر الوحيد للمياه في المملكة، فالمصدر الأساسي للمياه في السعودية ليس الأنهار الجوفية بل المياه الجوفية العميقة المعروفة بالبحيرات الجوفية. تشير التقديرات إلى أن المملكة تحتوي على مخزون من المياه الجوفية يتراوح بين 68 و 2011 تريليون جالون، ومع ذلك لا تتجاوز الكمية القابلة للاستخراج سنويا من المياه الجوفية المتجددة 739 مليار جالون، وهي كمية لا تكفي لتلبية احتياجات المملكة المتزايدة من المياه. أما المياه الأحفورية فهي ليست مصدرا مستداما حيث إنها غير متجددة. توجد هذه المياه في تكوينات من الرمل والحجر الجيري على عمق يتراوح بين 152 مترا و 1524 مترا تحت سطح الأرض. تشكلت عبر الترسبات الطبيعية منذ آلاف السنين وتمتد لمساحات شاسعة تحت الأرض، لكن إعادة شحنها تكاد تكون معدومة، لذا لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل
لتلبية احتياجات المملكة المتزايدة من المياه. رغم اعتماد المملكة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه، فإنها تستخرج نحو 5 تريليونات جالون سنويا من هذه المياه، بينما لا تتجدد إلا بمعدل أقصى يبلغ 739 مليار جالون سنويا فقط. ومع استمرار هذه المعدلات، قد تواجه البلاد خطر استنزاف هذا المورد الحيوي قريبا، خاصة أن الاعتماد على مياه الأمطار ليس خيارا عمليا نظرا لعدم انتظامها وصعوبة التنبؤ بها. لمواجهة هذه التحديات، تعمل السعودية على معالجة المياه العادمة عبر 99 محطة موزعة في أنحاء البلاد. في عام 2019 بلغ إجمالي المياه المعاد تدويرها حوالي 1.3 مليار جالون يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 4% سنويا حتى عام 2050. ومع ذلك فإن هذا النمو لن يكون كافيا، خاصة مع تزايد عدد السكان بمعدل مماثل. بعد دراسات واستشارات مكثفة، توصلت العقول الهندسية في السعودية إلى فكرة إنشاء أنهار جوفية لنقل المياه إلى داخل البلاد من البحر الأحمر والخليج العربي. بالطبع هذه الأنهار ليست مسارات مائية طبيعية، إذ إن إنشاء أنهار تقليدية في صحراء قاحلة ليس منطقيا تماما، حيث ستتبخر معظم المياه أو تمتص في التربة، مما يزيد من ندرة الموارد المائية. لذلك تعمل هيئة المياه السعودية على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذه التحديات وضمان توفير المياه بشكل مستدام في المستقبل. ومن أبرز هذه الحلول مشروع النهر الصناعي تحت الأرض، الذي يمتد لمسافة 14,000 كيلومتر. ولتوضيح مدى ضخامة هذا المشروع، إذا تم مد هذا الأنبوب في خط مستقيم، فإنه سيكون أطول مرتين من نهر الأمازون، الذي يعد أطول نهر على الأرض بطول 7,080 كيلومتر. حتى نهر النيل يبدو صغيرا بالمقارنة مع هذا المشروع العملاق. تمكنت السعودية من تطوير نظام نقل مياه يفوق في حجمه قنوات المياه الطبيعية، وإذا قارنا هذا المشروع بشبكة إمداد المياه التقليدية في المملكة، نجد أن إجمالي طول تلك الشبكة بلغ حوالي 125,627 كيلومترا بحلول عام 2019، أي أنها أكبر بكثير من مشروع ضخ مياه البحر الأحمر البالغ 14,000 كيلومتر. لكن هناك فرق جوهري بين الشبكتين، فالشبكة الحالية تتكون في معظمها من قنوات وأنابيب سطحية، بينما يعتمد المشروع الجديد على نظام أنابيب مدفون تحت الأرض، مما يجعله أكثر كفاءة في مواجهة تحديات المناخ الصحراوي. تمتد هذه الشبكة الضخمة من شواطئ البحر الأحمر غربا إلى الخليج الغربي شرقا، متجاوزة التضاريس الصحراوية الوعرة، وهو إنجاز هندسي مذهل يعكس قدرة المملكة على ابتكار حلول استثنائية لمشكلة ندرة المياه. كان مسار النهر الصناعي الذي يمتد من شواطئ البحر الأحمر إلى الخليج العربي تحديا هندسيا هائلا. كان على المهندسين والعاملين مواجهة عقبات ضخمة، بدءا من الجبال الشاهقة إلى الصحاري القاحلة. كان لابد من إيجاد طريقة لمد الأنابيب عبر التضاريس الجبلية الوعرة، حيث كانت الخيارات محدودة، إما البحث عن ممرات طبيعية أسهل أو اللجوء إلى الحفر في الصخور الصلبة، وهو عمل مرهق للغاية. بعد اجتياز الجبل، كان مد خط المياه عبر الصحراء تحديا آخر، فظروف الحرارة القاسية في وسط السعودية زادت من صعوبة تنفيذ المشروع. بين عام 1991 و 2020 بلغ متوسط درجة الحرارة السنوي حوالي 25 درجة مئوية، ولكن خلال الصيف تصل الحرارة من 35 إلى 40 درجة مئوية، مما جعل بيئة العمل شديدة القسوة. لكن الحرارة لم تكن المشكلة الوحيدة، فالرياح القوية كانت تحمل معها العواصف الرملية والغبار الكثيف، مما زاد من تعقيد عملية الحفر. بما أن الأنابيب مدفونة تحت الأرض، كان على العمال إزالة كميات هائلة من الرمال لتأمين المسار، ومع ذلك كان دفن الأنابيب تحت الأرض أمرا ضروريا للحد من التبخر وضمان الحفاظ على المياه من الفقدان. هذا ليس مجرد نهر صناعي صغير تحت الأرض، بل هو نظام متكامل قادر على نقل 5 مليارات جالون من المياه يوميا لتلبية احتياجات مختلف أنحاء المملكة. ورغم ضخامة الجهد المبذول في تنفيذه،
إلا أن هذه التضحيات كانت ضرورية لإنجاز مشروع يعد شريان حياة حيوي لشعب السعودية. حققت المملكة العربية السعودية إنجازا بارزا في مجال إدارة الموارد المائية من خلال إنشاء النهر الصناعي تحت الأرض، الذي يساهم في تقليل استنزاف المياه الجوفية، مما يمنحها فرصة أكبر للتجدد. لكن السؤال الأهم: من أين تأتي المياه لهذا النهر الصناعي؟ لا يمكن ببساطة سحب المياه من البحر الأحمر أو الخليج العربي واستخدامها مباشرة، لأن المياه المالحة لا تصلح للشرب أو للاستخدامات اليومية. وهنا يأتي دور أحد أذكى الحلول المبتكرة في المملكة: تحلية المياه. في الثمانينات لم تكن السعودية تعتمد بشكل كبير على تحلية المياه، لكن منذ ذلك الحين بدأ التوسع سريع في بناء محطات تحلية. فبين عام 1980 و 2011 أنشأت المملكة 30 محطة على السواحل، وبحلول 2023 ارتفع العدد إلى 33 محطة، ثم إلى 43 محطة في عام 2024. هذا التطور الكبير انعكس على حجم الإنتاج، ففي عام 1980 كانت المملكة تنتج 2 مليار جالون من المياه المحلاة يومياً، بينما قفز هذا الرقم إلى 3.5 مليار جالون يومياً في 2024، مما جعل السعودية الدولة الأولى عالمياً في إنتاج المياه المحلاة. تعد محطة رأس الخير لتحلية المياه أكبر منشأة من نوعها في العالم، حيث استثمرت فيها السعودية 7.2 مليار دولار. وفقا لموسوعة جينيز للأرقام القياسية، تنتج هذه المحطة 792 مليون جالون من المياه العذبة يومياً، متفوقة على أي محطة أخرى عالمياً، وتأتي 3 محطات إماراتية في المراتب التالية، ثم تحتل محطة سعودية أخرى المركز الخامس عالمياً. بهذا التقدم الهائل نجحت المملكة في تأمين مصدر مستدام للمياه وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، مما يعزز استدامة الموارد المائية لأجيال قادمة. في مدينة جبيل تعمل محطة ضخمة على إنتاج 211 مليون جالون من المياه العذبة يومياً، وتنتشر مثل هذه المحطات على طول ساحل المملكة، حيث تشكل المصدر الأساسي للمياه التي يتم ضخها عبر النهر الصناعي تحت الأرض، الذي يمتد بطول 14 ألف كيلومتر. بعد ذلك يتم توزيع هذه المياه من خلال شبكة ضخمة تغطي مختلف أنحاء المملكة، مما يخفف الضغط على المياه الجوفية ويمنحها فرصة أفضل للتجدد، خاصة مع التزايد المستمر في عدد السكان. إلى جانب تلبية احتياجات المشاريع المختلفة التي تتطلب كمية كبيرة من المياه العذبة، فإن المملكة تستخدم هذه الموارد أيضاً في مبادرات بيئية واسعة النطاق. من أبرز هذه المبادرات المبادرة الخضراء، التي تهدف إلى مكافحة التصحر من خلال تشجير مساحات واسعة من الأراضي. تسعى المملكة من خلالها إلى حماية 30% من أراضيها عبر إجراءات الحفاظ البيئي، وزراعة 10 مليارات شجرة تحتاج إلى مياه مستدامة للنمو، وتحويل 184 مليون فدان إلى مساحات خضراء، مما يساعد على تقليل مساحات الصحراء وزيادة المناطق الصالحة للزراعة. لا يقتصر تأثير التشجير على الزراعة فقط، بل يساهم أيضا في تحسين جودة الهواء في المدن وتقليل درجات الحرارة، فمن المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بمقدار 3.96 درجة فahrenheit. قد يبدو هذا الرقم صغيرا، لكنه يشكل تحسنا كبيرا في مناطق تصل فيها درجة الحرارة إلى 122 درجة فahrenheit، مما يجعل هذا التغيير إنجازا بيئيا مهما. منذ إطلاق المبادرة الخضراء تم تنفيذ 77 مشروعا بيئيا ضمن هذا الإطار، بإجمالي استثمارات بلغت 186 مليون دولار، مما يعكس التزام المملكة بالاستدامة البيئية وبناء مستقبل أكثر خضرة وازدهارا. في الفترة بين عامي 2017 و 2023 تعاونت الحكومة والقطاع الخاص مع مختلف الأطراف الأخرى في المملكة العربية السعودية لزراعة 41 مليون شجرة وحماية 177% من الأراضي. في البداية كان التركيز على الجزء الشمالي من البلاد، ولكن بحلول عام 2030 تخطط المملكة لتغطية 30% من أراضيها بالمشاريع البيئية لتكون خريطة المملكة أكثر خضرة.
رغم أن العاصمة الرياض ليست في الشمال، إلا أنها لم تستثنى من هذا الجهد. أطلق مشروع الرياض الأخضر لتشجير المدينة، حيث تستقبل الرياض حوالي 5 ملايين سائح سنويا، مما يجعلها من أكثر المدن زيارة في العالم، وهي أيضا واحدة من أكبر مدن الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. ولكن رغم هذه الأرقام، فإن مناخ الرياض الحار يجعلها ليست من المدن المفضلة للعيش، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 95 و 104 درجة فahrenheit، بالإضافة إلى ندرة الأمطار. لتعويض التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها مدينة الرياض، يهدف مشروع الرياض الأخضر إلى تحويل الرياض إلى واحدة من أفضل 100 مدينة للعيش فيها، من خلال تشجير الحدائق والمنتزهات، المساجد، المدارس والجامعات والمرافق الصحية بحلول عام 2030. ستشمل هذه الجهود زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في أنحاء المدينة. من المتوقع أن يتم زراعة الأشجار في جميع أنحاء مدينة الرياض. إذا نجحت المبادرة، فإن المساحة الخضراء في المدينة ستزداد بشكل كبير، سيؤدي ذلك إلى رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 4.4 كيلومتر مربع إلى 72 كيلومتر مربع. كما ستزيد نسبة المساحات الخضراء في الرياض من 1.5% إلى 9%. وتعتقد السلطات أن هذه التغييرات ستساعد في تحسين جودة الهواء وزيادة مستويات الأكسجين وتقليل تركيز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6%، بالإضافة إلى خفض درجات الحرارة إلى 59 درجة فahrenheit في المناطق الأكثر خضرة في المدينة. يعتبر مشروع تشجير الرياض من أكثر مشاريع التشجير الحضرية طموحاً في العالم، لكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار ليس فقط حجم العمل ضخم، بل أيضاً التكلفة الإجمالية التي تصل إلى 23 مليار دولار، مما يجعله من أغلى المشاريع من هذا النوع. كجزء كبير من هذه التكلفة يخصص لمشروع فرعي كبير، وهو حديقة الملك سلمان. في السابق كانت هناك قاعدة جوية تبلغ مساحتها 15 كيلومترا مربع في الرياض، والتي أنشئت عام 1946 واستخدمت كمحور جوي حتى افتتاح مطار الملك خالد الدولي. بعد ذلك أصبحت قاعدة للقوات الجوية الملكية السعودية، ولكن مع مرور الوقت لم تعد هناك حاجة لها، سرعان ما أصبحت الطيور والحشرات هي الكائنات الوحيدة التي تحلق فوق أرض القاعدة الجوية السابقة، التي تقدر قيمتها ب 9.4 مليار دولار. فقد تم اتخاذ قرار بشأنها، وهي أن يقوم بتحويلها إلى حديقة الملك سلمان، ومن غير المرجح أن يعترض أحد على هذا القرار نظرا للفوائد الكبيرة التي ستعود به على العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود حديقة في قلب الرياض يعد أفضل بكثير من وجود قاعدة جوية. تبنى حديقة الملك سلمان على مساحة 15 كيلومترا مربعا، مما يجعلها أكبر ب11 مرة من حديقة هايد بارك في لندن التي تمتد على 1.29 كيلومتر مربع. كما أنها ستكون أكبر بحوالي 4.5 مرة من سنترال بارك في نيويورك التي تغطي مساحة 3.6 كيلومتر مربع. رغم أنها ليست من أكبر الحدائق في العالم، إلا أنها ستكون واحدة من أكثر الحدائق زيارة وشعبية. قد يعتقد البعض أن الوصول إلى الحديقة من الجهة المقابلة للرياض سيكون صعباً، ولكن هذا غير صحيح. يؤكد المطورون أن الحديقة ستكون متاحة بسهولة من خلال 5 محطات مترو و10 محطات ضمن شبكة الحافلات و6 طرق رئيسية، وبالتالي لن تكون هناك صعوبة في الوصول إليها. على الرغم من أن عدد الأشجار المزروعة في الحديقة لم يذكر بالتفصيل، إلا أنه من المتوقع أن تكون جزءاً من جهود تشجير في الرياض، مع وجود 7 ملايين شجرة ضمن المشروع. بالإضافة إلى المساحات الخضراء، ستتضمن الحديقة منشآت أخرى مثل مجمع الفنون الملكي الذي يمتد على 5 ملايين قدم مربع، ويشمل متحفاً عالمياً للفنون، مسرحاً وطنياً يحتوي على 2300 مقعد، معهد ملكي للفنون التقليدية، وقاعة للنحت والمعارض، ومسارح يتسع أحدها إلى 650 مقعداً، مكتبة متخصصة، قاعات داخل جناح للزوار الذي سيكون المدخل الرئيسي للحديقة. سيغطي الجناح مساحة 90,000 متر مربع. الحديقة ستتضمن مناطق خضراء بها مسارات مشي، مناطق مظللة، بالإضافة إلى جداول مياه صغيرة وعوامل جذب سياحي مستوحاة من الأودية الموسمية الجافة في السعودية.
أما بخصوص موعد الانتهاء فقد كان من المفترض أن ينتهي المشروع في 2024، لكن لم يتم إنشاء أي مساحات خضراء حتى الآن، وبالتالي يتوقع أن يتم الانتهاء منه في 2027. إذا تم تنفيذ المشروع بنجاح، فإن النهر الصناعي تحت الأرض الذي تمت مناقشته سيكون مصدراً مثالياً للمياه اللازمة لدعم هذا المشروع الضخم، فبدون المياه سيكون من المستحيل تنفيذ مثل هذه المشاريع. ما رأيكم في مشاريع المياه الكبرى التي تنفذها المملكة العربية السعودية؟ هل تعتقدون أن هذه الحلول ستكون فعالة في مواجهة التحديات البيئية في المستقبل؟ شاركوني رأيكم في التعليقات. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا لك على المشاهدة ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.